بيبدأ الفيلم بتاعنا ببنت اسمها كلوي ومامتها رايحين بيت جديد. راحوا بيت جديد، فكلوي دخلت لقت التماثيل دي، فدخلت كانت عايزة تلقط شبكة الانترنت. فراحت سألت مامتها فين شبكة الانترنت، فمامتها قالت لسه ما اشتغلتش. فكلوي قعدت تدور على الشبكة وقالت اما اشوف شبكة من الجيران. فوهي مركزة في الموبايل اتفتح باب سري ولقت بلورة لونها اخضر، فكانت برضو بتحاول تلاقي شبكة من جوه بس ما لقيتش طبعا. خدت البلورة ولقيت السبع اقزام قدامها، خدت البلورة ولقيت السبع اقزام قدامها. بعدين كانت زعلانة ان مش لاقيه شبكة وقعدت تزعق لمامتها، بس برضو ما فيش حاجة تتغير. فالباب اللي اتفتح ده راحت تدور عليه بس ما لقيتهوش، والسبع اقزام عرضتهم للبيع من غير فلوس. وده كان جارهم اسمه إيليوم، قال هيشتري واحد. بس من هيشتري واحد يعني. فقعد يرغي شوية وهي ما ادتوش اهتمام. فمامتها على السفرة قالت لها حاولي تكوني علاقات، صاحبي ناس. بس هي قالت لها لما صاحب واحنا كالعادة بننقل كل شوية البيت جديد، فصحابي هينسوني زي كل مرة. كانت زعلانة قوي. بعدين مامتها قالت لها يلا باي باي، انا رايحة الشغل بتاعي. بعدين فتحت فجوة وطلع منها كورة، بس يعني مش عارفة كلوي ما ادتش اهتمام ازاي. راحت المدرسة قصدي، ولقيت إليوم ده جارها معاها في المدرسة. قعد يرغي شوية وهي مطنشاه. بعدين إليوم لقاها مركزة مع ناس كده، دي كانت فرقة رقص. فإليوم حب يعرفها على الفرقة دي لما لقاها مركزة معاهم قوي كده. قال لها دي فرقة البي تي سي، عشان واحدة اسمها بريتي، واحدة اسمها سفنتينا مش عارفة، واحدة اسمها تشينسي حاجة كده. فراحت كلوي تكلمهم، قالت انا عايزة ادخل معاكم في فرقة الرقص. فبريتي قالت لها بس بشرط تديني السلسلة دي. فطبعا كلوي ما فكرتش خالص وادتها لها في ساعتها. وهي راحت البيت فرحانة قوي ان هي دخلت معاهم في فرقة الرقص. فكانت بتدور على حاجة تاكلها في التلاجة، فلقيت الكرة اللي نزلت من الفجوة دي فاكرينها بتقول انا جعانة. فراحت رميالها اكل، وكانت تحاول تتمالك اعصابها وقعدت ترميلها اكل التلاجة كله لحد ما الكرة دي نامت. والكرة دي اللي اسمها تراك. لقيت واحدة تانية، بس لقيت الاقزام معهم سائل بيقضي على التراك دول. فهي اغمى عليها من الخضة. فالاقزام راحوا يدوروا على البلورة السحرية اللي هي خدتها، بس ما لقوش حاجه معاها لان هي اديتها لبراتي وطلعوها السرير عشان ما تحسش بحاجه. فهي مامتها سالتها ايه مالك مخضوضه كده، قالت لها لا لا ولا حاجه. ومامتها راحت الشغل. بعدين قالت اكيد ده بقى كان حلم، الحمد لله. كانت بتدرك ده خلاص ده حلم. بعدين بقى بعد ما لقيت الاقزام دول ربطوها وقعدوا يقولوا لها اللي انت لما خدتي البلوره السحريه فتحتي فجوه الظلام هيقضي على العالم كله ومش عارفه ايه. وهي مش فاهمه، قالت اما اروح ابحث على الانترنت. فراحت بقى مامتها متصله، فافتكروا ان هي ساحره واخده مامتها في الصندوق. فراحوا كانوا هيكسروا الصندوق بس هي كلوي منعتهم. فبعدين طلع في تراك تاني ووصل لهم وراح اكل الموبايل بتاع كلوي. فالاقزام نزلوا يلحقوه بس ما عرفوش، وكلوي فكت نفسها وراحوا القبو. هنا بقى لقوا تراكس كتير وهم وكانوا واخدين السائل ده وقاعدين بيحاولوا يقضوا عليهم. بعدين إليوم ده خبط، فقالت عايز ايه، انا تعبانه. عملت نفسها تعبانه يعني عشان ما يلاحظش حاجه من اللي جوه. طبعا هو ما صدقش. بعدين التراك لزق على وش كلوي، هو فضل مترقب الموضوع. فبعدين التراك دخل جوه البيانو، هم قالوا بيخاف من صوت البيانو فقعد يعزف. فبعدين قالوا لها انت لازم تروحي تجيبي صاحبنا من اللي انت بعتيه لإليوم. فقالت لإليوم وهو رجعه لها وقال لها في ايه، ممكن تقولي لي انا مش همشي. فهي راحت قايله اوكي. فهي اضطرت تقول له الحقيقه وقالت له كل اللي حصل، وهو قعد يضحك عليها ما صدقش. بعدين قالت للاقزام اظهروا له، وظهروا له وهو اترعب. راحت الاقزام سحباه
قعدوا يقولوا يكلموه. بعدين هي بقى راحت لبريتي وتشيلسي وسيفنتينا دول هما فرقة البي تي سي. فراحت تقول لها ممكن اخد البلورة منك. قالت لها انا مش لابساها دلوقتي. فبعدين إليام ده قال لها انا ده السائل اللي بيقتل التراك. فلقوا مجموعة من التراكس، فالأقزام وإليام راحوا يهجموا عليهم، بس لقوا مجموعة كتير جدا مش هيقدروا يهجموا عليها. فالأقزام راحوا لمقرهم السري وبدأوا يشوفوا هيعملوا، قفلوا نظام البيت علشان التراكس ما تقدرش تهرب برا البيت وتنتشر في العالم. فبعدين كان بيحكي لهم يعني ازاي ظهروا التراكس دول. احنا كنا بنزرع وبعدين ظهروا التراكس دول وبدأوا ياكلوا الزرع بتاعنا واتفتحت فجوة ولازم نقفلها بالبلورة السحرية. بس للأسف البلورة السحرية دي ضاعت والفجوة اتفتحت. ففي بيت اتبنى على أرض الأقزام دي وهو بيت الكلوي عايشة فيه، وكانت مكان البلورة السحرية هنا عشان تقفل الفجوة بتاعة التراكس. فهي دلوقتي كلوي لازم، هي دي الفجوة. كلوي لازم تروح تجيب البلورة السحرية اللي هي الخضرة من براتي. حكى لها كل حاجة وهي اتصدمت طبعا وقالت لازم اروح اجيبها منها. فإليم قال لها لازم في اسرع وقت بس يعني. بعدين ظهروا تراكس كتير جدا 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 ما قدروش يسيطروا. فهي اتجهزت لحفلة الرقص اللي كانت رايحة معاها في بريتي وتشيلسي وسيفنتينا تقريبا اسمهم كده. اوكي، فاتجهزت وراحت الحفلة وراحت تسأل بريتي على البلورة السحرية. سألتها، فبريتي قالت لها انا ملبستهاش عشان هي مش هتليق مع اللبس اللي انا لابساه بكل بجاحة كده يعني. اوكي، فقالت لها كده. فبعدين هناك بقى الأقزام ما قدروش يسيطروا على الوضع، ما قدروش يسيطروا على التراكس. فإليام كان قاعد يستعجل كلوي ويقول لها مفيش وقت. فراح قايل انا كنت جايب الهدية دي لكلوي. فكلوي اتضايقت منه وراحت بعداه وقالت له امشي. قالت له امشي عشان هي ما هم ما بينهم مش اصدقاء، فاللي هو ازاي يجيب لها يعني. إليام راح واتسحب تحت. فجه رسالة من إليام لكلوي وكلوي راحت مزعقة لها وقال لها لازم تجيبي البلورة. فقالت لها انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ بعدين راحت ماشية، كلوي مشيت. بعد ما عرفت ان هو اتسحب جوه الفجوة بتاعة التراكس قالت انا لازم انقذه، واتشجعت وقالت انا لازم انقذه. الاقزام هنا بقى قالوا لها، ودي كانت نضارته. فده السائل السحري اللي هم اخترعوه من نبات كده عشان يقدروا يقضوا على التراكس. فهي اتشجعت عشان تروح تنقذ إليام ودخلت الفجوة بحبل، بس الحبل التراكس قطعوه. فلقت إليام عليه مئات من الكرات التراكس دول. ده كان كله تراكس. المكان فيه تراكس بالهبل يا جماعة، بملايين. فلقوا الزعيم اللي كان مع الأقزام دي وهو ضاع منهم، دخل عشان يقضي عليهم بس معرفش. بعدين لاحظوا حاجة كده شبه البلورة الخضرة بس أكبر بكتير. فهم كانوا عايزين يخرجوا من هنا بأي طريقة. فراح إلي مفكر وقال ممكن نطلع بطارية الموبايل ونحطها وتتفجر بقى على العالم كله ونحطها على البلورة دي. فكلهم وافقوا وقالوا اوكي. لقوا فجوة اتفتحت فقالوا ما نلحق بقى نروح لبيتنا. فسابوا البطارية هناك. كلوي رمتها وراحت الفجوة ومن الفجوة وكل التراكس سحبوا للفجوة دي واتدمرت. اوكي، فقعدوا يخططوا بقى هيعملوا ايه وفرحوا جدا. بعدها براتي جت عشان تتريق على بيت كلوي القديم وتتنمر عليه. فكلوي ما سكتتلهاش طبعا، ما سكتتلهاش. وبعدين لاحظوا وحش كبير جدا فهربوا بسرعة عشان كانوا خايفين. فالوحش ده كان الوحش التراكس اللي شافوه هناك. دخلوا قالوا هيقضوا عليه ازاي. فالأقزام ادوهم النبات دول ومشي. فلاحظوا ان هو خايف من النبات ده. كان خايف قوي. فجابوا النبات وكان معاهم النبات
ولاحظوا ان براتي كان معاها السلسله وهي كانت لابساها من الاول اصلا مش راضيه تدلع، فراحوا جايبين البتاع وحاطينها في النبات واكلوها للوحش، والوحش مات في بضع ثواني. بعدين راحت نامت ومامتها صحتها وقالت لمامتها انا مش عايزه امشي من البيت ده ابدا يا ماما، وحضنتها وكده. بعدين عرفت ان اليام صديقها الحقيقي وراحوا مع بعض المدرسه. بس كده يا جماعه يكون الفيلم خلص، ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. وبس كده، باي باي يا احلى متابعين.